انت عامل دايت ذو قيمة غذائية متوازنة ولا عامل نظام متقطع؟ لا، ايه نظام غذائي متوازن ولا ايه نظام النظام متقطع؟ لا يا باشا، مفيش الكلام ده. انا عامل كيتو دايت. الكيتو دايت ده عالمي، ممكن تخس 10 كيلو في اسبوع واحد بس. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة. انا ميدو جابر، اهلا بيك ويلا بينا. اكيد طبعا انت سمعت عن الكيتو دايت، ناس كتير قالت لك انا عامل كيتو، انا ماشي على نظام الكيتو دايت. يا ترى ايه نظام الكيتو دايت ده؟ كله هنعرفه في حلقة النهارده، كل حاجة ليها علاقة بالكيتو دايت. قبل ما نبدا الحلقة اتاكد انك عامل سبسكرايب في القناة ومفعل زر التنبيهات عشان يجيلك كل حاجة جديدة في وقتها. يلا نكمل حلقة النهارده. مبدئيا كده الكيتو دايت ده نظام غذائي بس مرضي اكتر، يعني خاص لمرضى السكر خصوصا ومرضى مقاومة الانسولين اكتر من يكون نظام لشخص عادي. يعني لو انت عندك سمنة مفرطة ما نصحكش انك تعمل الكيتو دايت باستمرار. يعني انت ممكن تعمله كده كفترة انتقالية، ممكن بتعمل نظام الدايت بتاعك العادي الطبيعي وبعد كده ممكن تعمل الكيتو دايت لمدة اسبوعين او 3 مش اكتر، وبعد كده ترجع للدايت بتاعك القديم تاني وتبدا تظبط فيه شويه حاجات كده. هتحس بفرق جامد لما تدخل الكيتو دايت بجنب الدايت بتاعك العادي بس فتره انتقاليه. طب ليه ما ينفعش اكمل عليه لو انا شخص عادي ما عنديش مرض السكر او مقاومه الانسولين؟ عشان خاطر الكيتو دايت بيفتقد اهم عنصر من 3 عناصر مهمين جدا في بناء الصحه، وهما البروتين والكربوهيدرات والدهون. الكيتو دايت بيفتقر نهائي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات اللي هو يعتبر البنزين بتاع البني ادم او مصدر الطاقه الوحيده اللي في الجسم. فالكيتو دايت بيفتقد او بيفتقر العنصر المهم ده اللي هو الكرب. يعني انا لو جيت اعمل كيتو دايت طبعا هعمل سعراتي، لو انا مثلا سعرات الثبات بتاعتي 2500 سعر حراري، تمام، هبدا اعمل النظام بتاعي على 2000 سعر او 2100 سعر. كده انا عامل عجز في السعرات، هبدا اخس. اما الكيتو دايت بقى بعمل فيه ايه؟ داخل ال 2000 سعر او ال 2100 سعر بتبقى نسبه الكربوهيدرات من حوالي 5% ل 10% فقط من اجمالي السعرات، فدي نسبه قليله جدا. وكمان مش باخدها بمصدر صريح، يعني لا بطاطس ولا بطاطا ولا شوفان ولا رز ولا الكلام ده كله. طبعا لو كلت الحاجات دي جوه الكيتو دايت طبعا نسبه الكرب هتعدي 5 ولا 10% بكتير، هتروح مكان تاني. فانا باخد مصدر الطاقه او مصدر الكرب اللي قلت لك عليه ده من حاجات غير مباشره زي الخضروات. الخضروات فيها نسبه كرب قليل جدا فبعتمد عليها. بتبقى بقى نسبه الدهون عندي عاليه شويه من 60 ل 70%، وبروتين من 20 ل 30% على حسب الهدف. طيب في حد ممكن يجي يقول لي طيب ما انا باكل دهون كتيره كده انا هتخن. هقول لك انا في الاول خالص قلت لك انت بتاكل جوه السعرات بتاعتك. يعني انا لو احتياجي 2500 سعر حراري، كل الدايت بتاعك بيبقى 2000 سعر حراري. يعني مهما اكلت في جوه ال 2000 سعر عمرك ما هتزيد، حتى لو كلت كل دهون ما كلتش بروتين خالص. بس طبعا حكايه غلط هتيجي او هتاثر على عناصر تانية. دي حاجه. الحاجه التانية مصدر الدهون بتاعي هنا بيبقى مصدر سيفتي او مصدر امن او دهون صحيه. يعني مش باكل زيوت ولا باكل حاجه مهدرجه، لا، انا كل اعتمادي بيبقى على مصادر الدهون الصحيه زي مثلا الافوكادو، زي زيت الزيتون، فول السوداني، زبده الفول السوداني. الحاجات دي فيها سعرات كتيره جدا يا جماعه. يعني ممكن كميات بسيطه جدا هتوصلني للتارجت او الهدف بتاعي اللي هو 60 او 70% من احتياج جسمي. فانا مش هاكل كميات كبيره قوي زي ما انت فاكر. والبروتين طبعا زي ما قلت لك من 30 ل 20%. طيب ليه الكيتو دايت ما ينفعش لكل الناس؟ زي ما قلت لك عشان خاطر بيفتقر عناصر مهمه وهو الكربوهيدرات. طب ايه اهميه الكيتو دايت؟ انا كده كده باكل نسبه عاليه من الدهون، فانا كده ممكن اتخن زياده. لا، مش هتتخن. انا زي ما قلت لك برضو هقولها لك ثالث مره، انت بتاكل جوه السعرات بتاعتك عمرك ما هتتخن. ماشي، ايه اللي طب ممكن اكل بروتين واكل نسبه دهون قليله. الكيتو دايت هنا بيعتمد انك لما بتاكل نسبه دهون عاليه فانت بتجبر جسمك انه بيبدا يحرق كل الطاقه اللي داخلاله من الدهون. يعني انت مفيش كرب خالص، فهو كده مش هيحرق الكربوهيدرات وبعد كده هيرجع يحرق الدهون المتراكمه. لا، ده هو هيدخل كده يحرق على الدهون على طول. هيحرق الدهون اللي هي داخله لجسمك، واصلا الدهون انت مدخلها لجسمك حتى لو كتير هتتحرق اسرع من الكربوهيدرات. الكربوهيدرات فيها كرب معقد. الكرب معقد بيفضل وقت طويل معاك، مش بيتهضم بسرعه او مش بيبدا جسمك يهضم بشكل سريع. فانت كده اما الدهون هتبدا تهضم بشكل اسرع، فاتهضمت كده الاكل اللي انت دخلته او دخلت نسبه معينه من الدهون تبدا تتهضم بسرعه، وبعد كده جسمك هيبدا يستهلك الدهون المتراكمه. فانت كده عودت جسمك انه يبدا ياكل ويبدا
يشتغل من الدهون. يعني الدهون هتفضل هي مصدر الطاقه. كده الكارب وقف شويه او اتعطل شويه، هيفضل جسمك يحرق من الدهون، سواء اللي لسه مدخلها او الدهون المتراكمه. زي مثلا بسيط كده، لو انت عندك مثلا قطه او عندك كلب او عندك حيوان اليف في البيت بياكل اكل معين وتعود على اكل معين، تمام، انت مش قادر تجيب الاكل ده لاي سبب من الاسباب، هتعمل ايه؟ هتحاول تجوعه شويه لحد ما تديله الاكل اللي عندك في البيت او الحاجه، فهيضطر انه ياكلها. اسف على التشبيه طبعا، بس انا بقول لك اللي جسمك بالظبط بيعمله. عشان كده ما ينفعش تمشي على الكيتو دايت فتره طويله، غير لو انت عندك مرض السكر والعياذ بالله. طبعا احنا كلنا عارفين ان النشويات او الكربوهيدرات اكتر حاجه بتعلي السكر بشكل كبير، فانت بتاكل دهون. الدهون ما بتعليش السكر زي الكربوهيدرات، وفي نفس الوقت تاكل دهون صحيه امنه ما فيهاش اي مشكله، فانت ممكن تمشي عليه فترات طويله لو عندك مرض السكر او مرض مقاومه الانسولين. بس لو انت شخص عادي تعمل مجهود مش هينفع معاك نهائي، عشان خاطر انت محتاج مصدر للطاقه صريح وقوي زي الكربوهيدرات. كده وصلت لنهايه الحلقه، اتمنى الحلقه عجبتك وفعلا استفدت. تعمل لايك للفيديو وتنزل تعمل اشتراك حالا في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل حاجه جديده في وقتها. لو عندك موضوع فيديو او عندك سؤال تسيبه تحت في الكومنتس، واشوف وشكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.